السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا. دلوقتي هنقدم لكم أحداث جديدة من مسلسل إليف. أحداث حلقة النهاردة أحداث كلها جديدة وأحداث مهمة جدا، ياريت تتابعونا وتكملوا معانا الفيديو للآخر، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. أحداث الحلقة بتبدأ على كنان وهو واقف مع سليم أخوه ومع زينب، وبيقول لهم إنكم لو احتجتوا أي حاجة ياريت تعرفوا إن أنا جنبكم على طول، وأنا بس بيكفيني إن زينب تولد وكمان تضم بنتها وتكون بصحة كويسة. وبيبقى زعلان جدا إن زينب كانت في خطر وإن الجنين كان ممكن يسقط منها. توجة بعد كده بتكون في أوضتها هي وأسومان طول الوقت بتكون مشغولة في موبايلها، وتوجة بتكون بتلعب كالعادة هي لوحدها، وبتفضل أسومان تقول لها كرري اللعبة تاني أكتر من مرة، لكن توجة بتزهق جدا وبتقول لها إن أنا مليت من اللعبة دي ولازم نعمل حاجة تانية. وقتها توجة بتفتكر إن النهاردة يوم الأجازة، وبتقول لها إن بابا لازم ياخدنا للسينما زي ما وعدني. طبعا أسومان ما بتصدق وبتقول لها أكيد ويلا روحوا قولوا لبابا علشان يودينا للسينما، وكمان في أفلام كرتون جميلة أنا بحبها وممكن نسمعها مع بعض احنا الاتنين. وبتشجع توجة علشان تخرج مع كنان، وبتبقى أسومان عايزة تقرب منه بأي طريقة. توجة بعدها بتخرج وبتلاقي كنان خارج من أوضة سليم، وقتها بتحضنه وبتقول له إن أنت يا بابا كنت وعدني توديني السينما، لكن كنان بيقول لها إن النهاردة مش هينفع لأن أختك زينب تعبانة ويمكن يحتاجونا في أي وقت ويمكن يكونوا عايزيننا جنبهم، وإن الظروف دي صعبة وما ينفعش نسيبهم ونمشي. أسومان وقتها بتخرج من الأوضة وبتقول لتوجة إن باباكي عنده حق وإن زينب تعبانة وإن المفروض نقول لها إن ربنا يشفيكي، وإن في أقرب وقت تاني هنروح أنا وإنتي وباباكي للسينما وهنسمع كل اللي أنت عايزاه. توجة وقتها بتزعل وبتسيب باباها وبتدخل على أوضتها. كمان أسومان بتستغل الفرصة وبتقول لكنان إن في حاجات كتيرة أنا محتاجاها من بيتنا اللي هناك، ويا ريت توصلني وأنت خارج علشان توديني لحد البيت علشان أجيب كل طلباتي. طبعا كنان بيقول لها أكيد هوصلك مطرح ما أنت عايزة، لكن طبعا أسومان بتكون نيتها في حاجة تانية وبتبقى عايزة تلفت انتباهه ليها علشان يحبها، وبتتبسط جدا لما كنان بيوافق. بعد كده توجة بتدخل على أوضتها وبتكون زهقانة جدا وبتتصل بجدها نجدت وبتقول له إن أنا تعبانة وإن أنا زهقانة وقاعدة لوحدي. نجدت بيقول لها يا ترى إيه اللي حصل، وبتقول له إن مفيش أي حد هنا مهتم بيا. نجدت بيقول لها يا ريت ما تزعليش وإن جدك هيعمل لك كل اللي أنت عايزاه، وبتقول له إن ماما حتى ما بتشتاقليش ولا حتى بتتصل بيا. وبيقول لها مين اللي قالك كده، وحتى مامتك النهارده هتجيلك المزرعة علشان تزورك، وبيحاول يفرح البنت بأي حاجة. نجدت بعد كده بيدخل على أرزو، وطبعا أرزو بتكون بتبكي وزعلانة من اللي حصل إن باباها اكتشفها وإنها ما قدرتش تخلي كنجة فعلا تجهد الطفل. ونجدت بيطلب منها إنها لازم تروح للمزرعة في أقرب وقت، وأرزو بتقول له أنت عارف إن ما ينفعش أروح هناك. نجدت بيقول لها إن بنتك لازم تشوفيها لأنها اشتقت لك ولازم تحنني قلبك عليها شوية، ويمكن لما تحضني بنتك وتضميها تعرفي قد ايه انت كنت غلطانه لما كنت عايزه تخليني افقد ابني اللي لسه حتى ما اتولدش ولا ضمته في حضني. أسومان بعد كده بتدخل الاوضه وبتنقي الفستان اللي هتلبسه وهي خارجه مع كنان، وبتقول ان لازم اكون جميله وانا اصلا جميله من غير حاجه. وبتبقى أسومان متخيله ان كنان فعلا ممكن يحبها. فيصل بعد كده بيهجم على القصر وبيقول له تلاقي ان انا لازم اشوف زينب. تلاقي بتفضل تقول له انت ازاي جاي هنا وممكن تحرجني معاهم كلهم، وبتحاول تخرجه لكن هو بيرفض وبيقول لها انا جاي اطمن عن بنتي. بيدخل فعلا جوه القصر، وقتها سليم وزينب بيكونوا بيتكلموا وبيسمعوا اصوات غريبه وبيقولوا يا ترى ايه الصوت ده، وبيتفاجئوا بيلاقوا فيصل داخل عليهم. بيفضل يتكلم معاهم وبيقول لها انا عرفت انك تعبانه، لكن زينب طبعا ما بتبقاش حابه ابدا وبترد عليه حتى من غير نفس، وبتقول له ان انا سليمه وما فيش اي حاجه. وقتها فيصل هو اللي بيقع بلسانه وبيقول لهم ان انا غلطت لما بعت املاك ملك وان انا بعت بيتها وكمان المحل بتاعها. طبعا زينب وسليم بيتفاجئوا جدا وتلاقي كمان بتكون مخبيه عنهم، وبيفضلوا يبصوا لبعض وبيبقوا مش مصدقين اللي هم سامعينه منه. زينب بتقول له اللي انا سمعته ده صحيح، وبيقول لها ايوه. وقتها بيفهم فيصل انهم ما كانش عندهم اي خبر وانهم اول مره بيعرفوا الكلام ده. بيفضل يقول لهم ان انا ندمان وان انا غلطت فعلا في حقها، لكن ده دين عليا ولازم هرجعه لها في اقرب وقت. طبعا سليم وزينب بيزعلوا جدا من اللي هو عمله في ملك، لان طبعا بيكونوا فهموا ان ملك اتدمرت وكمان ما حكتش ليهم اي حاجه. في نفس الوقت جنان بيكون سامع صوت غريب وبيدخل على اوضه زينب وبيقول يا ترى ايه اللي بيحصل. كمان أسومان في الوقت ده بتكون واقفه وبتجهز نفسها علشان تخرج مع كنان، وبتفضل تزود ميك اب علشان تبان اجمل قدام كنان. بعد كده بيتقابل هو وفيصل لما بيجي يخرج،
ويقول له يا ترى ايه اللي انا سمعته ده، ولازم تحكي دلوقتي يا فيصل ايه اللي كنتم بتتكلموا عنه، لأن زينب أول ما دخلت عليكم شكلها اتغير ووشها جاب ألف لون. وقتها تولي بتتلخبط وكنان بيفضل يقول لها لازم تقولي على كل اللي انت مخبياه. فيصل بيفضل يبص لتولي وبيقول لها إياك تحكي، لكن كنان بيفضل مصر وبيقول لتولي إنك لازم تقولي لي كل الحقيقة. تولي وقتها بتقول له إن فيصل باع أملاك ملك كلها، باع البيت وكمان المحل اللي كانت شغالة فيه. كنان وقتها بيتضايق جدا وفيصل بيفضل يقول له إن أنا طبعا مدين ليها وصدقني في أقرب وقت لازم هسدد كل فلوسها. نام بعدها بيطلب من تولاي إنها تطلع على فوق عند زينب وإنه هيقعد مع فيصل ويعرف إيه المشكلة بالظبط. زينب بعدها بتكون متضايقة جدا وبتقول إن لازم أروح له ولازم أشوف هو بيعمل إيه، لكن طبعا سليم بيقول لها أرجوكي ما تتوتريش واعملي زي ما الدكتور طلب منك، وصدقيني أنا هحل كل الحكاية دي وهعمل كل اللي في وسعي علشان أساعد ملك، ولازم كل اللي هنقدر عليه هنعمله ليها، لكن أنت لازم ترتاحي. تولاي وقتها بتطلب منهم إنها لازم تمشي بسبب فيصل مش كل شوية يجي يزعجهم، لكن زينب وسليم بيطلبوا منها إنها لازم تفضل معاهم لأنهم حابينها، لكن انت لو تعبتي ممكن تمشي يا تولاي. تولاي بتقول لهم إن أنا بعمل كل اللي بعمله ده علشانكم وبكل حب، وبيطلبوا منها إنها تفضل معاهم لأنهم فعلا محتاجين ليها. بعد كده جمال بيروح لنجدة وبيقول له أنت طلبتني، ونجدة بيقول له أيوة لأن في موضوع مهم والعصافير حكولي عنها، وبيقول له إن أنت كنت بتلعب قمار في بيتك والشرطة كمان دهمت المكان. جمال وقتها بيقول له أيوة، لكن نجدة بيتعصب عليه جدا وبيقول له أنا قلت لك إنك تاخد بالك من البنت وكمان بتدخل أصحابك جوه البيت وكمان مش مكفيك والشرطة كمان دخلت جوه بيتك. وبيبقى نجدة خايف جدا إن الشرطة تاخد بالها من إليف أو أي حد يشوفها ويبلغ إنها موجودة. بعد كده كنان وأسومان بيكونوا خلاص استعدوا علشان يخرجوا زي ما أسومان اتفقت معاه إن هو يوصلها لبيتها علشان تجيب كل أغراضها. وقتها أسومان بتفضل تقول لكنان إن أنت أنيق وكمان بدلتك جميلة جدا. في نفس الوقت ولسوء الحظ بتيجي أرزو وبتشوف المنظر ده ووقتها بتتضايق جدا وبتقرب منهم وبتفضل تقول له يا لازم تقولي مين اللي واقفة معاك دي وجاية هنا تعمل إيه في القصر ولازم تحكي لي على طول. كنان بياخدها على جنب وبيقول لها يا ريت ما تعليش صوتك، وبتفضل تقول له إن أنا سمعت ضحككم وكمان نظراتكم الغريبة. وكنان بيتعصب عليها وبيقول لها يا ريت ما تجننيش لأن مفيش أي حاجة من دي بتحصل. جمال بعد كده بيفضل يقول لنجدة أرجوك سامحني وإن دي آخر مرة ومفيش أي حد هيدخل بيتي تاني، ولو مش عايزني كمان أقابل جيراني وأتعامل معاهم أنا ممكن أعمل كده. وبيبقى طبعا بيعمل كده لأن نجدة بيديه مبالغ كبيرة علشان يراعي إليف. كمان بعد كده بيفضل يقول لأرزو إن البنت دي اللي انت بتقولي عنها إنها بتضحك وكمان بنحب في بعض دي مربية توجة بنتك، وإنها بتقوم بدور الأمومة اللي انت ما قدرتيش تقومي بيه وبتملى كل الفراغ اللي في حياة توجة في غيابك انت. وقتها أرزو بتتضايق جدا وبتبقى متغاظة جدا من البنت لكن ما بتبقاش قادرة تعمل أي حاجة. وقتها كنان كمان بيقول لأسومان يلا علشان نمشي، وأسومان بتلف علشان تركب معاه كنان جوه العربية وبتبقى قصدها إنها تضايق أرزو وكمان تحرق دمها. نجدة بعد كده بيقول لجمال إني خلاص ممكن أسيب لك إليف المرة دي، لكن أنا بحذرك وإن دي آخر غلطة هتكون أنت عملتها. وجمال بيقول له أكيد مش هتندم على قرارك ده ومش هتندم إنك سبتها لي تاني مرة، لكن نجدة بيقول له لازم تكون عارف إن أنا مش بندم أبدا، لكن ممكن أخلي كل الناس اللي حواليا هما اللي يندموا. أرزو بعد كده بتكون واقفة بعد كنان ما بيمشي وبتبقى متغاظة جدا ومتضايقة. وقتها توجة بنتها بتشوفها وبتنزل تجري علشان تحضنها، لكن أرزو ما بتبقاش مركزة معاها أبدا ولا حتى بتقول لها إن أنا اشتقتلك. وتوجة بتقول لها يلا بينا على فوق في أوضتي لأني اشتقتلك يا ماما ونفسي أقعد معاكي. وتوجة بتحس إن مامتها أصلا مش مركزة معاها ولا حتى مشتاقة ليها. أسومان بعد كده بتكون في طريقها مع كنان وبتقول له أنا آسفة إن أنا سببت لكم كل المشاكل، لكن كنان بيقول لها مفيش مشاكل ولا أي حاجة، أصلا إحنا منفصلين من زمان. وقتها طبعا أسومان بتفرح بالخبر ده جدا. أرزو بعد كده بتكون هي وبنتها توجة، وتوجة بتفضل تحكي لها عن الواجبات اللي بتعملها في المدرسة وبتحكي لها عن حياتها وعن مدرستها وعن أصحابها، لكن أرزو كل تفكيرها بيكون في كنان وفي أسومان. وبتفضل توجة تقول لها إن كنت هخرج أنا وبابا وهنروح للسينما أنا وهو وأسومان، لكن بابا ظهر له شغله ومش هيقدر يودينا النهارده. وقتها أرزو طبعا بتستغل الفرصة وبتكره توجة في البنت وفي باباها،
وبتقول لها ان هما الاتنين كذبوا عليكي وخرجوا من وراكي ودلوقتي انا شفتهم في العربية. وقتها توجا بتقول لها ان انت اللي بتكذبي عليا وان اسومان بتحبني جدا وان بابا مستحيل يعمل حاجة زي كده ابدا وان هو وعدني واكيد مش هيخلى بيا ولا هيكذب عليا. لكن ارزو بتفضل تقول لها ان انا شفتهم وان انا متأكدة انهم بيكذبوا عليكي. بتفضل توجا تتعصب وصوتها بيعلى جدا وهي بتقول لها انك بتكذبي عليا وان بابا ما بيكذبش عليا. سليم وقتها بيخرج من الأوضة بعد ما بيستغربوا الصوت العالي وبيروح بيلاقي أرزو هناك وبيقول لها انت دي جاية هنا وبتعملي ايه؟ وبتقول له ان انا اشتقت لبنتي ومن حقي اجي اشوفها في اي وقت. توجا بتحكي له على كل اللي حصل وان أرزو قالت له ان كنان واسومان بيكذبوا عليها. سليم بياخدها بره وبيقول لها يا ترى انت عايزة تعملي ايه بالظبط؟ وكفاية ان اخويا بيحب البنت دي برضه بعد ما اكتشف انها مش بنته وانه كمان بيحبها اكتر منك وياريت تخرج من حياتها. بتفضل أرزو تتهمهم إنهم السبب في كره بنتها ليها وإنهم هما اللي بعدوها عنها. وقتها كمان عليا بتخرج وبتقول لها يا ريت تمشي من هنا وإن أنت بوظتي نفسية البنت وإن كل اللي بيحصل بسببك أنت يا أرزو. أرزو بتقول لهم إن أنا هحاسبكم على كل حاجة إن أنتوا بعدتوني عن بنتي وإن أنا مش عايزة مربية هنا ولا أي حد غريب يتعامل مع بنت توجا. توجا وقتها بتسمع الكلام ده وبتخرج من أوضتها وبتعارض مامتها وبتقول لها أنت اللي تخرجي من حياتي ولازم تمشي من هنا لأنك حتى ما بتشتاقيليش ولا حتى بتتصلي بيا. وبتطرد أرزو من القصر وبتقول لها إني مش عايزة أشوفك أبدا. وأرزو بتقرب منها لكن توجا بترفض وبتقول لها أرجوكي شيلي إيدك من عليا وإن أنا ما بحبكيش لكن بحب أسومان وأسومان كمان بتحبني أكتر منك. وقتها أرزو بتحس بالحسرة وبتقول لهم إني لازم أدفعكم تمن اللي بيحصل ده غالي كلكم هتتحاسبوا عليه. بعد كده إنجي بتكون قاعدة هي وإليف وإنجي بتقول لها أرجوكي أكليني وكمان احكي لي القصص وكويس إن أنتي ما مشيتيش وسبتيني لأن بجد أنا وحيدة من غيرك. وبتحاول إليف إنها تأكل إنجي وكمان بتعوضها عن أختها أسومان الغايبة عنها. وكده نكون خلصنا أحداث حلقتنا النهاردة. لو عايزين تعرفوا أحداث جديدة استنونا في فيديو جديد.